اعمل ايه يا استاذ لو حد اتصل عليا من خلال التليفون وحاول ان هو يبتزني او هددني باي شكل او باي صورة؟ الموضوع بسيط خالص. اول حاجة بتتعامل بكل هدوء وبتحاول ان انت ما تتوترش وبتتصرف بشكل سليم. ايه هو الشكل السليم؟ اول حاجة تحاول ان انت تسجل المكالمة لو امكن. معرفتش ان انت تسجلها خلاص، بس ما تستجبش لاي تهديد من التهديدات بتاعته ولا الابتزازات بتاعته، ولا تعمل اي حاجة من الحاجات اللي هو بيحاول ان هو يفرضها عليك. ولو معرفتش ان انت تسجل المكالمة ما تمسحش السجل بتاع المكالمات، وعلى طول بتتصل على الرقم الساخن 108 الخاص بوزارة الداخلية وتبلغ عن الواقعة، وتتصل على طول بعدها على المحامي الخاص بيك اللي بياخدك بعدها وبيطلع بيك على مديرية الأمن أو على السنترال الرئيسي، وده المكان اللي بيبقى فيه مباحث الاتصالات الخاصة بيك، وتروح معاه وبتحرره محضر بالواقعة اللي حصلت معاك بالظبط. وبعد كده المحامي بياخد الرقم بتاع التتابع بتاع المحضر ده وبيفضل متابع المحضر لحد ما يتم التوصل للشخص اللي هددك أو ابتزك ده. وأول ما بيوصلوا لبياناته المحضر بيروح كله على طول للنيابة، والنيابة بدورها بتحيل القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة. وساعتها لما بينزل قدام المحكمة الاقتصادية، المحكمة بتقدر العقوبة على حسب الابتزاز أو التهديد وعلى حسب التقرير الفني بتاع وزارة الداخلية، وبتديله حكم حبس وحكم بالغرامة. وبناء على حكم الحبس وحكم الغرامة بتقدر ان انت تدعي عليه مدني وتطالب بتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية اللي لحقت بيك علشان يتأدب وما يفكرش ان هو يعمل الحركة دي تاني. وطبعا في القصة دي من البداية للنهاية مش محتاج اقولك ان انت محتاج محامي.